السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني قوي كالعادة. النهاردة جاية لكم الفيديو ده شاف نجاح قبل كده الحمد لله لما نزلنا الجزء الاول منه، والنهاردة هنزل الجزء التاني، وهو فيديو سلسلة هنتغدى ايه النهاردة، هناكل ايه النهاردة، الغدا ايه بكرة. لا تحتاري بقى ولا تختاري، انا جايباكي الافكار كلها، وباذن الله الافكار تعجبكم، تبقى حاجة مختلفة. وطبعا انا عاملاه كده مش كل يوم فراخ مش كل يوم لحمه، او مثلا حاطه كذا فكره ورا بعض، مثلا ممكن تكون فيها لحوم او كذا فكره ورا بعض اقتصاديه. فانا بس اللي يهمني الفكره، لكن انا مش بعمل لك الجدول. انت خدي الافكار اللي تناسبك وحطيها بالترتيب اللي يناسبك، وباذن الله الوصفات تعجبكم والاكلات تعجبكم. اهم حاجه انزلي حطي اللايك بتاعك الاول، واكتبي لي كومنت، وما تنسيش اشتراك القناه. واحب برضو اشكر اللي شاركني في افكار الفيديو ده، هتشوفوا معايا. اول يوم عملت اكله على يومين، وهي اكله المحشي المشكل، اكله مفيده جدا ومعظمنا بيحبها. محشي مشكل كوسه وبتنجان وفلفل وطماطم. عملت معاها وركين فراخ، انا نزلت لكم الوصفه دي في فيديو قبل كده، قلت لكم طريقتي فيها يعني. اهو الوركين فراخ دول طالعين كده من غير اي اضافات، بالشكل اللي انتم شايفينه. انا بعمله في الفرن، وقدمت معاها كاتشب ومايونيز. بعد كده الوصفه الشهيره برضو في الشتاء، وهي شوربه العدس معاها بتنجان. مثلا شوربه العدس دي ممكن تتعمل فته او شوربه كده بالمعلقه، او في ناس بتحط فيها شعريه او كذا. عملتها مع بتنجان محمر وفلفل محمر، وعملت مخلل. الصينيه دي مش بتاعتي، دي صينيه صديقتي ايمي، وبشكرها من خلال الفيديو. شكرا يا ميمي. الفكره اللي بعد كده معانا وهي المكرونه بالصلصه الحمراء. فكره طبعا اقتصاديه برضو، او يعني نواشف كده، ومعاها كبده اسكندراني وشويه مخلل، وممكن بطاطس محمره. بعد كده اكله تحابيش، عملنا فول، عملنا شكشوكه اهي بالبيض. شوفوا طريقتها برضو، كنت منزلها لكم في فيديو. وبطاطس مسلوقه محمره ومسقعه بتاعتي نزلتها لكم برضو في الفيديو. والفول بالمرتة ده جربوه، تحفه جدا جدا مع خيار، واكله زي الفل بالعيش طبعا ناكلها وتعدي اليوم بالهنا والشفا. بعد كده معانا أكلة تانية نواشف، وهي الحواوشي الإسكندراني أو الحواوشي البلدي. الإسكندراني اللي هو بيبقى بالعجين زي ما انتم شايفين كده. أنا كنت عاملة حشوة لحمة مفرومة وحشوة صدق، خلطهم على بعض. وهنا بقى الحواوشي البلدي اللي بالعيش البلدي، ومعاها شيبسي وسلطة طحينة ومخلل. برضو أكلة زي الفل وبتشبع وجميلة، وممكن كمان نستغلها على يومين، يعني ممكن نعمل كمية على يومين. تمام، أكلة حلوة وجميلة. تاني بعد كده الفكرة اللي بعد كده أكل على يومين، وهي خضار مشكل، بطاطس وبسلة وفاصوليا، تشكيلة كده في كيس حراري في الفرن بالفراخ بتاعتها. وعاملة رز أبيض ومخلل هنا ليمون وبتنجان، كنت عاملاهم في البيت. برضو ادخلوا شوفوا الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوني عملتها معاكم. الفكرة دي سهلة جدا، والفراخ في الكيس الحراري ده سهلة. قطعي كله مع بعض وحطيه في الكيس الحراري بالتوابل والبهارات بتاعته، يا دوب ساعة ساعة ونص بتلاقي الأكل طلعت مظبوطة وزي الفل. بعد كده في فكرة تانية بالكبدة، وهي نعمل طبق كده كبدة اسكندراني، وممكن باللحمة المفرومة نعمل صوابع كفتة. كل ده طبعا في صينية في الفرن، الكفتة يعني في الفرن او على البوتاجاز، والكبدة الاسكندراني مع بطاطس محمرة ومخللات زي ما انتم شايفين كلها بيتي، وعيش بقى فينو او عيش بلدي، وبالهنا والشفا. اكلة جميلة وكلنا بنحبها، وتحابيشة كده او محبشة كده على قلبنا، واكلة زي الفل بالهنا والشفا. بعد كده عندنا فكرة تانية اقتصادية، وهي الكشري بالعدس الأصفر زي ما انتم شايفين. بنعمل معاها بيض مسلوق، ممكن مثلا نعمله مدحرج بالسمنة البلدي أو كده، وبنقطع خيار مع شوية بطاطس محمرة مع شوية طبق مسقعة صغير كده، بيبقى موجود دايما في البيت، بيساعد جنب أي أكلة. يعني أكلة كده اقتصادية وحلوة، وبرضو كلنا بنحبها. تمام، وبصوا مفيدة قوي قوي. العدس الأصفر مفيد للأطفال، البيض المسلوق طبعا، وكده تقضية يعني الحمد لله. بعد كده الفكرة اللي بعدها كنت عملتها برضو في فيديو معاكم، وهي طاجن البطاطس المحشية باللحمة المفرومة. دي بقى فكرة اقتصادية موفرة إلى حد ما. بنعمل الطاجن ده بيقعد معانا يومين. بصوا الرز ده رز بلسان العصفور، والمخلل البتنجان البيتي شفتوه معايا زي ما قلنا. وبرضو البطاطس دي بقى بقلب البطاطس بالتحبيشة بتاعتها، بنحط فيها جزر وفلفل أخضر رومي. يعني شوفوا الوصفة، بتدخلوا على الفيديو بتاعها شوفوها، بجد أكلة جميلة جدا جدا وبتنفع معانا، ممكن ناكلها على يومين. فكرة بعد كده، وهي فكرة المكرونة النجريسكو. كنا عملنا في الفيديو اللي فات المكرونة البشاميل، ودي المكرونة النجريسكو. الفرق بس ان دي بالفراخ، وبرضو بحط فيها فلفل الوان، زيتون مخلي، بصل، فلفل رومي اخضر. بصوا بتطلع شكلها تحفة وطعمها تحفة، وتغيير يعني مرة لحمة مفرومة، مرة فراخ صدور فراخ او فراخ مخلية اللي هي البانيه.
يعني بتقدري تستغليها باي شكل انت عايزاه وموفره وتعدي اليوم. بعد كده معانا فكرة تانية برضو باللحمة المفرومة، وهي السندوتشات. تقدري تعملي العيش الكايزر ده في البيت. ممكن ابقى انزل لكم طريقته مرة او طريقتي انا فيه. وهنا بتعملي بقى السندوتشات باللحمة المفرومة. انا بعمل برضو البرجر في البيت مش بجيبه جاهز، ومعاه شوية شيبسي وكاتشب ومايونيز. طبعا بقى بتحطي الخضار بتاعك، سواء كان بصل، سواء كان طماطم، خيار جوه الساندوتش. وطبعا بتحطي مثلا شريحة جبنة او حاجة حسب امكانياتك، بيطلع طعمه جميل، بتبقى تقضية يوم. بعد كده معانا فكرة تانية على يومين برضو، هي فراخ مسلوقة محمراها في الزبدة. يعني بعد ما سلقتها حطها في صينية كده في الفرن وعلى وشها زبدة. اتحمرت في الفرن كده تحت الشواية، كانت جميلة جدا. وعملت طبق قلقاس، طبعا الشتاء وبيحب الدفا، والقلقاس بقى الموسم بتاعه دلوقتي، وبالهنا والشفا. معانا فكرة بعد كده المكرونة الاسباجيتي بالبانيه. انا حابة انوه بس ان الصينية دي المختلفة عن صينيتي، او الاطباق المختلفة عن الاطباق اللي متعودين عليها طول الفيديو، دي بتاعت ايمي برضو بشكرها تاني، بتسلم ايديكي. طبعا شفنا فكرة البانيه خلاص مع المكرونة. هنا ندخل على فكرة تحابيش تانية. عملت صوابع طعمية كده او فلافل، وهنا طبق رنجة وخيار، جبنة بطماطم، طبق مسقعة، وبطاطس محمرة طبعا بالعيش، ونقضي اليوم. فتسلم الايادي بالهنا والشفا كالعاده. طبعا الرنجه دي برضو من الاكلات، هي طبعا بقت غاليه شويه، بس يعني رنجايه واحده تقضي الغرض وتبقى تنوع كده لو مره في الشهر. وطبعا البطاطس دي دلوقتي الجديده الموسم بتاعها، فاستغلوا الافكار دي تغييرات. عملت برضو أكلة نواشف، عملنا سندوتشات. سندوتشات قبل كده نزلت لكم البطاطس السوري، دي الشاورما السوري تقريبا نزلتها في فيديو، مش عارفه نزلتها ولا لا، بس لو ما نزلتهاش هوريها لكم، والتوميه وبالهنا والشفا. هنا بقى اكله برضو رئيسيه كده على يومين، برضو بمناسبه المواسم. كفته الرز دي في طبق صلصه كده بتبقى جميله، مع شويه الكسكسي ده او المبروم زي ما بنسموه بقى، حسب كل واحد بيسميه ايه. وهنا كان عندك بقى ممكن تعملي فراخ، لحمه، انا كان عندي بط وحمرته جنبه. وكل سنه وانتم طيبين وبخير دايما يا رب، وبعود الايام دايما علينا في الخير. فكرة تانية برضو نواشف، وهي الفطير الشرقي. نزلت لكم الفيديو اللي فات طريقته او طريقتي انا في عمايله. الفطير الشرقي بقى مشكل حسب احتياجاتك، ممكن تحشي مشكل جبن، ممكن مفروم، صدق، اللي عندك يعني، ميكس جبن، خضروات، اللي عندك. قدمته مع البطاطس الشيبسي والكاتشب المايونيز برضو، اللي انتوا عارفين ان انا عامله المايونيز في البيت، برضو نزلت طريقته. وكانت أكلة حلوة قوي، وكانت موفرة، واتبقى منها لتاني يوم فطرنا بيه أو اتعشينا بيه، بتبقى أكلة حلوة واختلاف. فكرة اقتصادية بعد كده، هي الكرنبيت المحمر ده. الكرنبيت طبعا برضو الموسم بتاعه، مع شوية بطاطس محمرة، مع شوية عدس شوية كشري أصفر اللي هو بالعدس الأصفر ده، وطبق مسقعة وخيار، وأكلة جميلة وشهية وبتفتح نفسنا كلنا. ومفيدة برضو في، يعني بصرف النظر عن المقليات او كده، بس الكرنبيت حلو ومفيد، والعدس حلو ومفيد. عملنا بعد كده برضو موسم السبانخ، عملنا هنا اكلة اهي باللحمة. يومين برضو طبيخ بقى سبانخ باللحمة، مع طبق شوربة كده باللحمة يدفينا في السقعة دي. وبرام الرز في الفرن، الرز الابيض السادة. هنزل لكم برضو في قريب في فيديو اوري لكم طريقتي في عمل الرز في الفرن. وتسلم الايادي والهنا والشفا. بعد كده فراخ مشوية برضو على يومين، دي فراخ بقى مشوية على الفحم. عملت كده طاجن خضار في الفرن مع رز برضو في الفرن. وعملنا شوي فراخ عادي، فراخ متبلة عادي خالص، كنت وريتكم تتبيلتها وطريقتي في تتبيل الفراخ. كنت شايلاها في الفريزر متبلة، يا دوب طلعتها فكت، وعلى بقى الشواية شوي بالفحم، يعني على شواية بالفحم، طلع شكلها قمر كده. شويت معاها عودين كده او قرنين فلفل زي ما بيقولوا، وكان شكلها قمر، واكلناها على يومين. وتغيير يعني، فكرة وتغيير بالهنا والشفا. بصوا الخضار المشكل ده طاجن، طبعا مفيد قوي قوي، بيأكل لو في أطفال. كانت أكلة اهي زي ما انتم شايفين. بعد كده عندي برضو فكرة على الفحم تانية. عملنا الكفتة في يوم تاني بقى، كفتة مشوية على الفحم، برضو شيبسي مع شوية بصل أخضر وجرجير كده، وعيش البلدي الحلو ده، وشوية برضو هو فلفل مشويين على الفحم، وطلعت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تقضية يوم. طبعا حسب بقى العدد بتاعك ما بتعملي. انا زي ما قلت بقول افكار، مش برتب جدول، انا بقول افكار، خدي اللي يناسبك منها ونظميه بالشكل اللي انت شايفاه.
تمام. بعد كده عندي برضو فكرة تانية، هي طاجن لسان العصفور. طاجن لسان العصفور ده انا كتير قوي بعمله سادة من غير اي لحوم، ساعات بعمله بالكبد والقوانص، ممكن بالفراخ المقطعة زي ما قلنا بانيه حتت صغيرة، او لحمة مقطعة. انا هنا المرة دي عاملاه بالصدق، كان عندي شوية صدق كده صغيرين، عايزة اقول لكم اقل من ربع كيلو كمان، وعملت اكلة ممكن تكفي على يومين. وخدوا بالكم يعني بتأكل كويس جدا، الحمد لله بالهنا والشفا يعني، والاطفال بتحبها وسهله مع شويه بطاطس محمره. اخر بقى يوم في الشهر كده قلنا ندفي نفسنا تاني بمناسبه السقعه، عملت حله محشي كرنب حلو قوي كده ساده من غير اي لحوم ولا اي حاجه، وعملت جنبها صوص طماطم كده زي ما بيقولوا كده نغمس بيه، مع طبق المخلل الحلو اللي عندنا في البيتي برضو، مخلل الكرنب انا كنت وريته لكم في فيديو، فتحت عليه اهو، طلع طعمه تحفه مع مخلل الليمون، وطلع طعمه زي الفل الحمد لله وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكون استفدتوا باي افكار، واستنوني بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. متنسيش تحطي اللايك والاشتراك بتاعك تحت الفيديو، وسيبي لي كومنت كده، ويلا مع السلامه.